اهم حاجه عشان تعمل جدول تدريبي كويس او عشان توصل لاي هدف انت عايزه هو البلان. انا بصراحه ما كنتش زمان مقدر موضوع البلان ده، او ان الحاجه تبقى متخطط ليها بشكل كويس. ان انت لو مثلا بتروح الجيم عندك بلوك معين او عندك وقت معين بتركز فيه على حاجه، لازم تكون بلاند، لازم تكون متخطط ليها قدر الامكان، لان العشوائيه في الاخر صدقني هتجيب نتيجه عشوائيه. وهتوصل معاك مرحله ان انت بتخش الجيم ممكن تكون زهقان، مش عارف انت هتعمل ايه. اي واحد صاحبي بيقول لي دايما ايه، بعتبر اي حاجه بعملها كتاسك، هتخلص لكن بقى العشوائيه هي في الاخر صدقني هتجيب نتيجه عشوائيه، وهتيجي عليك انت في الاخر بالسلب. ك حتى كمود او حتى كفكره انك تنزل جيم ذات نفسها هتكون بالنسبه لك حاجه ممكن تسبب لك اكتئاب بعدين، او انت هتكون متزهق انك تنزل اصلا. غير لما تكون الدنيا بلاند، انت عندك واحد اتنين تلاته نازل جيم، اعمل كذا 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 النهارده عشان اوصل لكذا. فانت عارف انت بتنزل عشان تعمل ايه وعشان توصل لايه. فكره ان انا كل يوم بفكره، او كل يوم ان انا شايف ان انا النهارده عايز اركز على الكواليتي دي عشوائيا بشكل عشوائي مش بشكل مخطط ليه، ففي الاخر كل ده هيجيب معاك نتيجه عشوائيه، مش هتوصل في الاخر لحاجه، وهتحس ان انت دايما تايه، دايما انت مش عارف انت تعمل ايه، دايما انت مش عارف الجول اللي بالنسبه لك المناسب هو ايه. دايما كل يوم بفكره جديده، دايما كل يوم بجول جديد، وده في الاخر مش حاجه كويسه ليك. في الاخر انت هتلاقي نفسك مش بتوصل لاي جول من اللي كانوا في دماغك دول. فحاول تكون كونسيستنت، حاول تحط بلان، حاول تمشي عليها، حاول تكون واقعي مع توقعاتك، يعني تكون اي توقع انت بتتوقعه وتكون واقعي معاه.